أسرتي زي أسر كتير جدا متعودين كلنا نتجمع في يوم في الأسبوع في بيت جدي. أهي فرصة الناس تهرب من مشاغل الحياة شوية ويتقابلوا ويتكلموا سوا، وربنا يبارك في جدي وجدتي. يعني دايما بيكون عندهم حرص شديد جدا إن كل حاجة تبقى تمام ومظبوطة في اليوم ده، ورغم إن جدي كبير في السن بديهي يعني، إلا إنه دايما مبتسم وبيعاملنا حلو طول الوقت، على عكس كبار السن بقى اللي دايما متعصبين ومتنرفزين. بس ده بشرط واحد بس، اعمل ما بدالك، المهم ما تجيش جنب الأوضة المقفولة أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جدع، عامل إيه؟ يا رب تكون تمام. جاهز الشاي أو النسكافيه بتاعنا، طبعا ما يكونش مقاطعة أو أي حاجة بقى تاكلها أو تشربها عامة، عشان قصة النهاردة هتكون جميلة جدا وهتعجبك بإذن الله. في البداية طبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتعمل لايك وتسيب لنا كومنت جميل زيك. ومن غير رغي كتير ندخل على القصة. الأوضة اللي في ركن البيت البعيد دايما ضلمة ومقفولة، وجد عنده شرط واحد بس عشان يفضل يعاملك كويس، انك تبعد عنها وتسمع كلامه. لكن لو فكرت في يوم انك تقرب منها هتشوف الوش التاني. طبعا يعني كعادة الأطفال كلهم الممنوع مرغوب، وكانوا الكبار بيتجمعوا سوا بعد الغداء، الرجالة في أوضة الصالون بالشاي والسجاير، والستات في أوضة جدتي بالشاي والكلام في كل المواضيع اللي ممكن تفكر فيها. ده كان بيخلينا احنا كأطفال يعني في حوش البيت لوحدنا. البيت كان مبني على الطراز القديم بتاع الأرياف، اللي هو فيه صالة كبيرة كده في النص، والأوض داير ما يدور كده حوالين الصالة دي، فاهمين قصدي؟ عادة كنا بنلعب أي حاجة من ألعاب الأطفال. كنا 6 وقتها، شادي وفادي دول ولاد عم الكبار اكبر مني بحوالي 5 سنين، وتامر وعلي دول ولاد عمتي سنهم من سني تقريبا، وانا ونادين اختي اصغر الموجودين. في العادي بقى نادين كانت بتدخل مع الستات اوضه النوم تسمعهم وتلعب هناك عشان تكون قدام عينيهم، واحنا ال5 شباب بنلعب سوا. وفي يوم من الايام شادي شاط لعبه من اللي بنلعب بيهم بزهق وقال تعرفوا انا جات لي فكره حلوه بدل الملل ده. فورا كلنا بصينا له، اصل يا ريت يعني بيت جدي ما كانش فيه ولا تلفزيون ولا فيه نت، فالوضع هنا ملل قاتل. سالناه كلنا بلهفه ايه هي يا شادي، بص ببطء على باب الاوضه المقفول وهو بيقول نجرب ندخل ونشوف جدكم قافلها ليه، اكيد وراها سر. فادي قال بصوت واطي تفتكروا قاتل حد ومخبيه جوه؟ تامر قال او مربي دب كبير ومش عايزنا نشوف. وعلي قال او يمكن الاوضه فيها تلفزيون وراوتر ومش عايزنا نعرف عنهم حاجه. وفورا كلهم بصولي. زيد كان لازم اشارك في الحوار يعني بتخمين، بس في الحقيقه ما كانش عندي اي فكره عن ايه اللي موجود جوه. قلت لهم بتردد اظن يعني ان دي فكره وحشه، طالما جده قال ابعد عن الاوضه دي يبقى لازم تبعدوا عنها. بصوا لبعض كده قبل ما شادي يقول قلت لكم من الاول ده جبان. فادي قال خواف، وتامر ضحك وقال خايفه يا بيضه. علي سكت شويه قبل ما يقول بصراحه هو عنده حق، انا متفق معاه. شادي بما انه اكبرنا كان بيعتبر نفسه قائد الشله، قال انا داخل الاوضه رجال مين معايا؟ فادي وتامر قالوا في صوت واحد معاك يا شادي. بصولنا انا وعلي اللي اتحرك عشان يقف جنبه هم بيقولوا جبنه، وسابونا وراحوا ناحيه الاوضه. سمعتهم بيتفقوا انهم هيدخلوا سوا، هيقعدوا جوه دقيقه واحده ويخرجوا بسرعه. انا بقى خدت علي ورحنا نلعب بعيد عنه، وبعد دقايق صوت صريخهم خرج كل الناس من مكانهم. الرجاله جم يجروا من اوضه الصالون، والستات جم يجروا من اوضه النوم وهم بيصرخوا هم كمان. الستات بتصرخ على ايه الله اعلم، ما كانش لسه حد عرف اصلا في ايه، بس قالوا يصرخوا كده يعني احتياطا. والثلاثه خرجوا من الاوضه المقفوله والباب اترزع وراهم جامد، وهم عمالين يترعشوا وبيعيطوا. جدي طبعا لما شاف اللي حصل فيهم فهم كل حاجه ومن غير ولا كلمه بص لعمي وعمتي وقال لهم بغضب بره، خدوا اولادكم واطلعوا بره. عمي قال بدهشه بابا انت بتطردني؟ جدي قطعه وهو بيصرخ بصوت عالي اطلع بره. عمي وعمتي اخدوا اولادهم بدهشه وهم بيحاولوا يهدوهم، وفي نفس الوقت كان باين عليهم الصدمه من تصرف جدي. قعدنا بعد المره دي حوالي شهر وشويه، لا جدي بيكلم حد ولا بيرد على حد، ولا حتى كان بيفتح الباب لو حد راح زاره، وكان بيرد من ورا الباب، وكان بيقول يعني ان هم بخير ومحدش يجيله الا لما يكلمه. وفعلا كلمنا بعد شهر وشويه وقال اننا نقدر نزوره الجمعه الجايه عادي، بس بشرط محدش يقرب من الاوضه المقفوله مره تانية. وكالعاده بعد الاكل دخل على اوضه النوم والصالون عشان يتكلموا. بقالهم شهرين تقريبا محدش شاف بعض، فقالوا فرصه بقى نتكلم سوا ونشوف ايه اللي حصل في الدنيا. وسابونا برضو نلعب في صاله البيت بعد تنبيهات كتير جدا ان محدش يقرب من الاوضه المقفوله. قعدنا نلعب في حل، بس لاحظنا ان شادي وفادي وتامر كانوا خايفين فعلا من الاوضه المقفوله، وباين عليهم التوتر في كل مره بيبصوا ناحيتها، وكانوا خايفين جدا انهم حتى يقربوا منها. وفي النهايه علي سال السؤال اللي كان لازم يتسال من فتره انتوا شفتوا ايه جوه؟ الثلاثه بصوا لبعض بس مفيش ولا واحد فيهم كان قادر يتكلم.
علي بصلي وضحك بسخريه وهو بيقول علينا احنا اللي جبنه. على ما يبدو الكلمه استفزت شادي قوي، وقف بيتحدى وبيقول هنقول لكم شفنا ايه جوه بس بشرط. علي راح قام وقف قدامه بتحدي برضه وهو بيقول شرط ايه؟ احنا موافقين على اي شرط تشرطه. شادي بصلي وهو بيقول تدخل الاوضه دقيقه واحده بس انت كمان، دقيقه واحده. قلت وانا معترض اشمعنى انا يعني؟ ليه ما يكونش علي؟ شادي قال علي اخوه دخل، انت الوحيد اللي فينا ولا ليك اخ دخل ولا انت حتى دخلت. علي بصلي وقال وافق عشان نوريهم ان هم جبنه فعلا. بلعت ريقي بصعوبه وانا بهز راسي، وبداوا فعلا يحكوا اللي حصل لهم جوه في الاوضه المقفوله. رغم ان هم دخلوا الاوضه سوا هم الثلاثه، الا ان كل واحد فيهم كان بيحلف انه زي ما كان جوه لوحده، لا شاف ولا حس باي حد جنبه، كانه كان هو الوحيد اللي موجود جوه في الاوضه. ودي كانت حاجه غريبه فعلا، بس ما كانتش اغرب من اللي حصل معاهم. شادي بيقول ان الاوضه كانت ضلمه جدا، بس كان سامع صوت حد بيتنفس ببطء. في الاول كان فاكر انه صوت حد من الاتنين اللي معاه، لكن لما بدات عينيه تتعود على الضلمه جوه شاف انها اوضه عاديه جدا فيها دولاب وسرير ومرايه، وريحتها كانت مكتومه كده من القفله يعني. لمسوا الدولاب والسرير وكانوا باردين جدا، بس لما وقف قدام المرايه شافها، كانت هي اللي بتتنفس. ست عجوزه شكلها وحش قوي، رفيعه زي ما تكون جلد على عظم، لابسه عبايه بيت مقطعه وشعرها منكوش، وكانت واقفه وراه. بص وراه وهو بيشهق من الخوف، بس ما كانش لها اي اثر، زي ما تكون كانت انعكاس بس في المرايه. ولولا صوت تنفسها اللي هو سامعه من وراه كان انها عفريته ساكنه المرايه. وفضل باصص لها وهي واقفه في المرايه، وهي فضلت باصه في عينيه قوي في المرايه. حس ان قلبه هيقف من كتر الخوف. قربت منه وجوه المرايه عدت من جسمه، حس ببرد كان هيوقف قلبه. مست له الاولى ليك والتانيه عليك. صرخ وخرج جري من الأوضة. ما كانش فاهم الجملة اللي هي قالتها، بس بعد شوية لما خوفه راح فهمها. أول مرة يدخل الأوضة مش هيحصل له أي حاجة، بس التانية لأ، أكن يعني التانية تابتة. أما فادي وأخوه فحكوا حكاية مختلفة خالص. قال إن هو كان سمع صوت زي ما يكون صوت حاجة بتزحف على الأرض. بص وراه أكتر من مرة بس ملقاش حاجة. لف في الأوضة شوية وهو كل شوية يسمع صوت الزحف. فضل يتلفت حواليه لحد ما سمع صوت همس بيسأله بتدور عليا. الصوت كان جاي من فوقيه. بص فوق وشافه على السقف نسخة منه بس مشوهة، وكان أكبر منه شوية في السن. نط من على السقف ونزل على صدره، وبقى فادي نايم على الأرض على ظهره، والنسخة المشوهة دي قاعدة على صدره. قرب منه وقال له عارفني؟ فادي بلع ريقه وهز راسه انه لا. النسخة المشوهة منه قالت له انا انت، بس مش دلوقتي، انا انت بعد ما تموت. خد بالك من طرق السفر والا مصيري هيكون مصيرك. ورجع تاني يمشي على الحيط لحد السقف. ساعتها فادي صرخ وخرج جري من الأوضة. جه الدور على تامر اللي كان جسمه كله بيترعش. قال إن هو كان ماشي في الأوضة عادي وما كانش شايف شادي ولا فادي. قال يمكن خافوا وخرجوا. لما قرب من السرير حس بحاجة بتمسك رجليه. بدأ يبص على رجله وقامت إيد طويلة وسودة خرجت من تحت السرير ومسكت رجله، وسمع صوت بيقول هتنزل تحت الأرض مرتين، مرة بتاعتك ومرة بتاعتي. صرخ وضرب الإيد المخيفة دي بإيده وهو بيجري بره الأوضة. لما خلص كلام كشف رجليه عشان نشوف كدمة على شكل صوابع مخيفة عليه. شادي قال كده دورنا خلص. شاور على الأوضة المقفولة وهو بيقول دلوقتي جه دورك. خدت بعض انا ورحت ناحيه الباب بتردد. مسكت أكرة الباب البارده وزقيت الباب، وشفت الاوضه على النور اللي جاي من الصاله. اوضه ضيقه وزحمه، سرير ودولاب ومرايه وشويه كراكيب كده زي ما هم قالوا. ظبطت التايمر على الساعه اللي في ايدي، واول ما حطيت رجلي في الاوضه الباب اتقفل ورايا بقوه. اكيد حد منهم اللي عمل كده عشان يخوفني، بس انا مش هخاف. مشيت في الاوضه بقدم رجل وباخر رجل، بس لحد دلوقتي مفيش اي حاجه. بصيت في الساعه لقيت فاضل 50 ثانيه. بمجرد ما مشيت جنب الدولاب سمعت صوت حد بيخبط من جوه. شهقت وانا ببعد عنه. صوت الخبط كان بيزيد بقوه زي ما يكون حد محبوس في الدولاب وبيحاول يخرج. الخبط بدا يزيد والصوت بدا يعلى لدرجه ان كنت خايف الدولاب يتكسر. سمعت صوت مكتوم بيصرخ بخوف وبيقول خرجني خرجني. بصيت على الساعه اللي في ايدي ولقيت فاضل 30 ثانيه. ولما قربت من المرايه سمعت صوت خربشه، ولما بصيت فيها شفتها الست العجوزه المخيفه اللي شادي قال عليها. كانت بتخربش بضوافرها على المرايه. لما شافتني بدات تتجنن، بقت تخبط على المرايه من جوه بايديها وهي بتصرخ وبتقول كسر المرايه دي حررني. بصيت في الساعه اللي في ايدي تاني ولقيت فاضل 15 ثانيه، وسمعت صوت زحف عالي. بدات اتلفت حواليا زي المجنون، يمين شمال مش شايف مصدر الصوت، لحد ما افتكرت كلام فادي. بصيت فوق على السقف وشفته نسخه مشوهه مني انا. ابتسم بسخريه وهو بيقول بتدور عليا. بصيت في الساعه تاني لقيت فاضل 5 ثواني. اصواتهم هتجنني، صوت الخبط على الدولاب والخربشه من جوه المرايه والزحف اللي مش عايز يسكت، وكلمه خرجني خرجني من كتر الخبط هيكسر خشب الدولاب.
وكلمة بتدور عليا وهو عمال يزحف على السقف. هتجنن، الى الصوت مش عايزة تقف، صوت دقات قلبي بتعلى عشان تغطي على كل حاجة. فجأة جرس التايمر بدأ يضرب في الساعة، وفي نفس اللحظة اللي حسيت بإيد قوية بتمسك كتفي فيها صرخت زي المجنون وانا بنط من مكاني. بس الحمد لله كان جدي كان واقف ورايا وباب الأوضة مقفول. اترميت في حضنه وانا بقول له جدو خرجني من هنا، خرجني من هنا. صرخ فيهم كلهم وقال بس بدل ما احرقكم، والاصوات كلها اختفت. ما كانش عندي جراءة كافية ابص عليهم علشان اشوف هم اختفوا ولا لا. مسكني من كتفه وخدني ناحية الباب وقال لي بصوت عالي اخرج انت، انا جاي وراك. وقبل ما افتح الباب واخرج لمحت حاجة غريبة، حاجة اول مرة اخد بالي منها. لقيت وشم نجمة خماسية صغيرة على طرف ابهام ايد جدي، وبالتحديد في ايده الشمال. بلعت ريه بصعوبة وخرجت اجري من الأوضة. صوت صريخي جمع الكل تاني. المرة دي جدي كان زي المجنون، طردنا كلنا، ما كانش همه حتى الحالة اللي كنت فيها. طردنا كلنا وشتمنا كمان، وكان بيترعش وهو بيقفل الباب في وشنا، يمكن من الغضب او من الخوف، مش عارف. بصيت على باب الأوضة وشفته كان مفتوح، ومن وراه باين ضلمة الأوضة، بس مفيش أي حاجة غريبة بتحصل. ماما صحتني تاني يوم وهي بتعيط وبتقول لي شقة جدك اتحرقت والمطافي مش قادرة تسيطر على الحريق. قلبي وقف. سألتها وجد وتيتا قالت لي إن هما بخير الحمد لله، بس البيت كله اتحرق، وطلبت مني إن أغير هدومي بسرعة عشان ننزل ونروح له. وده اللي حصل فعلا. الحريق كان ضخم والنار عالية ومتوحشة، محدش قادر يسيطر عليها. البيت بيتحول بالتدريج للون الأسود، ورجال المطافي فعلا كانوا أبطال، حاولوا يسيطروا على النار بس الموضوع كان صعب. من وسط الزحمة دي لمحنا جدي وجدتي ملفوفين في بطانية واقفين وسط ناس كتير جدا بتطمن عليهم. أمي حضنت جدتي وهي بتعيط، وجدي سلم على بابا وطمنه إن هو بخير. بس أنا وقفت بعيد وأنا مش قادر أقرب منه، وعيني كانت على الوشم اللي على صباعه. ده مش جدي، ده اللي كان في الأوضة. وافتكرت اللي حصل، إزاي جدي دخل الأوضة والباب أصلا كان مقفول، وإزاي برضه لما أنا خرجت من الأوضة كان جدي بره وطردنا كلنا رغم إن هو ما خرجش من الأوضة أصلا. افتكرت باب الأوضة اللي كان مفتوح وجدي بيقفل في وشنا الباب بتاع الشقة. طلعت بعيني من على الوشم لحد وشه، كان باصص له وهو مبتسم بسخرية، غمز بعينه وقال لي شكرا، وكل حاجة اسودت قدام عيني. مساء النور. ده كلام مريض نفس عندنا في المصحة، متهم بقتل جده، لكنه مصمم اللي هو قتله ده مش جده، وان اللي قتله ده هو الشيطان اللي حرره من الأوضة المقفولة اللي كانت في بيت جده. الدكاترة بقى هنا مختلفين بين حاجتين، انه فعلا قتل جده بسبب حالة من الوهم حصلت له بسبب كلام قرايبه، خوفه هيأ له كل حاجة حصلت في الأوضة وسيطر عليه لحد ما قتل جده. وناس قليلة جدا مصدقة كلامه، وأنا واحد منهم. حتى لما سألناه جدك الحقيقي فين، قال ان هو مات في الحريق، وان الكيان ده هو اللي حرق البيت علشان يداري على جده اللي ميت جوه، وقوة الحريق كانت كفيلة انها تحول الجثة الرماد. انت بقى يا عم ديابلو مصدق اهل نظرية من الاتنين؟ قصة النهاردة هي من واحد من الدكاترة اللي شغالين في مصحة نفسية، وبعت لي كل حاجة حكاها مريض عنده، وسألني في الاخر ان انا مصدق اهل نظرية من الاتنين. انا هسيب الحكم ليكم انتوا، وعايز اعرف انتم مصدقين اهل نظرية من الاتنين. بس كده جدع، وبكده نكون وصلنا لنهايه القصه. اتمنى تكون عجبتك، ولو عجبتك طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وطبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنساش برضو تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله